هي ربتنا، وفي ستي الله يرحمها هي ربتنا، وغير حدا ما يقول حدا انه هو تعب علي ورباني بدموع عينيه. مش انا اللي كنت رافضه اعيش معها، اوكي، هي اللي انه اصرت انه تحطني بميتم، حطتني. انه وعيت افتكرت المربيه هي امي، كنت عيط لماما، فلما اجت امي بتشيلني من المدرسه، ف ما عرفت انه هي امي، يعني ابكي بدي انه انهم بدي ماما ندم. خليني واقفه بليز، كنت افتح الموضوع. أصعب حاجة في الدنيا، أنا بتهيألي لو في ستات متجوزين هيحسوا بيا. مفيش حد في الدنيا ممكن يتوقع يخش يفتش أوضة النوم عشان يشوف جوزه حاطط له كاميرا تحت السرير ولا جنب الدولاب. في ست بتخش نومها تفتشها. مش قادرة أفهم إزاي أعمل كده، مش قادرة أفهم. شو قلتي في حديث قبل كده؟ اخلاق حسام لا تسمح له بتصوير عريانه، انت قلتي الكلام ده بنفسك؟ ايوه، قبل ما اشوف اي حاجه قلت كده، لان اللي كان بيني وبينه ما يسمحلوش يعمل كده يا هاله، ما يسمحلوش. ما كانش ممكن اتوقع يعمل كده. ما فيش ست في العالم تتوقع ان جوزها ممكن يأذيها اذى البين ده. اسمعيني جاوبيني على سؤالي، برجع على سؤالي مريم. الوالده او امك او مام بلغتك كانت تلبس تتصرف مثل ما انت بتتصرفي؟ التزمت بقرار الوالد يمكن، تأيدت بتوجيهات. عم بسألها لا دكتور، انا بعتقد هيك. ليك هذا بدها صرنا بالبسيكولوجي. لا عم بسألك، عم بسألك مزبوط، عم بسألك امك لما وعيتي عليها تلبس مثل مريم؟ لانه دور الوالد اساسي بحياتك وعاطفي. ايه لا 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 سوري هناك جربت زمتها عن جد. سوري حياتي، لكن هيك كيف يمكن انت شعر انها زعلانه ليك. خلص ليك شعر انها زعلانه، يمكن انت بتعرف شيء انا ما كنت اعرفه. سوري. لا بس انه بعرف انه في الالتزام تبع دور الاب والبي اساسي بالحياه. سألت اسرار البيت. اليوم جوال ما بتعتبري انه انت اول غلط ارتكبتيه مع جورج طلعتي مشاكل البيت لبرا؟ صح؟ كيف رجال بده يقبل انه يعيش مع مرة بقلب بيت ما في يعمل ما في اي خبريه سريه تبقى بدها تطلع على الفيسبوك؟ اليوم الفيسبوك هدك هد، بتوافقيني؟ جوال ما بدي كذب عليك اليوم بالحلقه، اليوم بدي احكي عن جورج عنده اخطاء بفهم وبعرف كثير منيح، بس انت كمان اليوم انت معي اليوم خطبتي بس ما تجوزتي. لا، كنا خاطبين على الأو تي في. اوكي وبيعرف زميلك هشام بوجه له تحيه. انا كمان وحملت انا كنت خاطبته لجورج. اوكي، هيدا اللي خليكي تتزوجي؟ لا، كنا على اساس نتزوج. هيدا اللي خلى جورج يتزوجك؟ ما بعرف اساله. لانه كمان لما تزوجك جوال كثير عالم حكيوا انه كانوا عم بيشوفوا الصور اللي كنا عم نحكي عنه ينتقدوا لجورج، يعني كثير عالم انتقدت بنفس الوقت ما كانوا عارفين قد ايه انت طفله وقد ايه انت طيبه وقد ايه انت منيحه. اليوم شو الغلط؟ شو عم بيصير اليوم؟ كل يوم في عالم قالوا انتم كذابين، في عالم انه عم تضحكوا علينا. عيب علي. شو؟ خلص بليز، تمام خلص، تعبت. شو الموضوع اليوم؟ كيف بدنا نحل الموضوع؟ ما بعرف كيف. انتوا اليوم بطلاق انتوا وجورج على طريق الطلاق؟ بشو ما بعرف، والله العظيم ما بعرف. ما بعرف انه عندك بنت. وقد ايه لك مش شايفتيها؟ بركي 7 سنين. 7 سنين ما بتعرفيها ابدا؟
عفوا انه عم ندخل بهالتفاصيل. فيني ما احكي عن الموضوع؟ لا انا برايي نحكي عن الموضوع هيفا، لانه انا بعتبره موضوع انساني، انه ام الى 7 سنين ما قدرت شافت بنتها، هذا موضوع انساني كمان بحد ذاته. هيدي من الاشياء اللي عم بحكي عنها، عممت حياتي الخاصه كثير، بتصور نحن ما رح نفوت بمواضيع، ما رح نفوت باسماء ولا شيء. سؤال سالتك كيف نعرف انه اخر صوره لإلك مع بنتك كان عمرها سنه، ومن سنه او سنتين اليوم البنت صار عمرها 8 سنين او 9 سنين، ما بتعرف شكلها هيفا لبنتها كيف صار.